السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. في البداية لابد أنه أحكي هاي الديباجة، يعني حتى لا حدا يجي يفهمني خطأ. أنا مع الحكومة الجديدة، أنتمي للحكومة الجديدة، بخاف على الحكومة الجديدة. يعني يعني أحب السيد الرئيس حبا، أحب السيد الرئيس حبا جما، بحبه بعتبره رئيسي وقائدي وأخوي لهالدرجة. بحس في علاقة أخوة ما بيني وبينه. بخاف عليه كتير وبدافع عنه بغيبته. يعني بالمختصر أنا ابن هاي الدولة، تمام هيك. رح نرجع نحكي يا أخوان عن موضوع الكهرباء. يا أخوان والله العظيم الموضوع كتير خطير. يعني حكيت عن هذا الموضوع في الحلقة السابقة ولأرجع أحكي، وراح أرجع أحكي وأحكي حتى الدولة تسمع يعني أصواتنا. أنا موضوع الكهرباء ما بمسني بشكل شخصي. يعني أولا الحمد لله أنا من أبناء الطبقة المتوسطة ومالي عايش بسوريا. يعني لو كنت عايش بسوريا أستطيع أنه أدفع ثمن فاتورة الكهرباء. وحكيناها في السابق أنه أنا من الناس اللي بدفع ضرائبي للدولة السورية إن كنت مقيم في سوريا. بدفع رسوم الكهرباء، المياه، حتى لو كانت باهظة. ليش؟ لأني بعرف إنه هاي الدولة ما عاد فيها فساد، وهي الأموال حتروح في المكان الصحيح، يعني في سبيل إعمار سوريا والبنية التحتية. لكن مو كل الناس مثل حكايتي، مو كل الناس يعني وضعها مثل وضعي. فأنا بشوف إنه بسبب يعني فاتورة الكهرباء اللي بصراحة غير منطقية، يعني غير منطقية نهائيا، يعني صادمة. يعني فاتورة كهرباء 100 ضعف يا أخوان، 100 ضعف في الوقت. يعني الشعب يعني مسحوق، الشعب مسحوق تماما. فأنا بس لأسأل وزير الطاقة، أنت شلون هيك يعني إجا على بالك هذا القرار؟ ويعني شلون بنيت هذا القرار؟ بناء على إيش يعني عم بتشوف انه الشعب شوي تطور؟ يعني عم بتشوف انه الرواتب بتكفي؟ يعني بس هيك مقارنة بسيطة، شوف معدل الوسطي اي موظف من الفئة الاولى او الفئة الثانية، هل يا ترى راتبه بكفي ثمن فاتورة كهرباء؟ او على الاقل ثلاث ارباع راتبه ثمن فاتورة كهرباء. فبناء على ايش وزير الطاقة يعني قرر هذا القرار او رأى انه هو صحيح؟ ما بصراحة ما فهمت. بلشنا نشوف على الفيسبوك دعوات للتظاهر، وفعلا بلشوا الناس يتظاهروا في دمشق. امبارح شفت مظاهرة، واليوم يعني صباحا صحيت الاقي في منشورات على الفيسبوك دعوة للتظاهر في كل ربوع سوريا. في دمشق ساحة الأمويين، في حمص ساحة حماس ساحة العاصي، حمص الساعة الجديدة، حلب ساحة الله الجابي، الرقة، دير الزور، إلى ما آخره. طب يا أخوان احنا ما بدنا يصير هذا الشيء، لأن هاي المظاهرات ممكن تكون مظاهرات محقة، لكن راح يتخلل ويتسلل كتير الآلاف المؤلفة من فلول النظام. فيا إخوان ما بدنا يحصل هذا الشيء في بلادنا. يعني إحنا إذا رجعنا التاريخ إلى الوراء بنشوف معظم الشعوب العربية انتفضت لما الدولة مست حاجاتها الأساسية. مصر عام 1977 أيام السادات إن الشعب المصري انتفض عن بكرة أبيه لما زادوا سعر رغيف الخبز. يعني تصور هيك زيادة طفيفة، بس هيك زيادة طفيفة الشعب كله انتفض. في عام 1988 هون بالجزائر، أنا هون بالجزائر، الشعب انتفض أيضا مشان غلاء السلع الأساسية، وراح منه تقريبا شي 120 ضحية، 120 قتيل. في تونس أيام بورقيبة، هذا الدكتاتوري اللي كان يقمع الشعب التونسي مع ذلك لما الحكومة زودت سعر الخبز دبل، ضعفت الدبل، الشعب التونسي انتفض عن بكرة أبيه وراح منه مئات القتلى حتى الدولة اضطرت مرة ثانية ترجع سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه. في السودان عام 2018 الاحتجاجات في السودان قامت مشان كمان سعر رغيف الخبز الدولة شالت الدعم عنه، انتفض الشعب. وشوف النتيجة حاليا في السودان، وراح أيضا قتلى وجرحى ونزل الجيش للشوارع. يعني بنشوف دائما الشعب ايمت منتفض وتوحد. يعني إذا الدولة مست حاجاته الأساسية. إن لكم يا أخوان ابتعدوا عن الكهرباء والماء
ورغيف الخبز، بس هدول ابتعدوا عنهم. اعطيناكم كتير بدائل وحلول. ممكن تفرضوا دخولية على كل واحد سوري، وانا هذا القرار رح يمسني على الاقل مرة او مرتين بالشهر، لاني انا بزور سوريا مرة او مرتين وبدفعه، لاني قلت سابقا انه هي الاموال بعرف رايحة في المكان الصحيح. قلنا لكم حطوا ضريبة رفاهية، حطوا ضريبة رفاهية يا اخي، ما في مشكلة. ارفعوا جمركة السيارات 10 ولا 15 ولا حتى 20%، لك اعملوا اي شيء، لك اعملوا اي شيء، لكن لا تمسوا حاجات المواطن الاساسيه، خبز، ماء، كهرباء. لك يا اخوان والله العظيم ما بدنا نشوف مظاهرات ضد الدولة هي، لأن هي الدولة منا وفينا وطالعة من رحم الشعب وعندها حاضنة شعبية كتير كبيرة. يعني الدولة هيك رح تفقد حاضنتها الشعبية، على الأقل نسبة كتير كبيرة من الطبقة المسحوقة رح يعني ما لك تقلب على الدولة، بس رح تطلع تتظاهر ضد الدولة. نحن ما بدنا نشوف هاي المظاهر، وخصوصا في هذا الوقت العصيب. ما بكفي مظاهرات السويدة والكيان الأزرق، ما بكفينا فلول النظام في الساحل السوري وقسد ومسد والناس اللي عم تحاول تسقط هاي الدولة. فخطر شديد في هذا الوقت انه وزير الطاقة يصدر هيك قرار غير مدروس. يعني شيء غريب. يا وزير الطاقة، يا وزير الطاقة، عندك موظفين رواتبهم مليون ومليون ونص، وفاتورة الكهرباء مليون. طب شلون هذا بده يعيش؟ لك والله العظيم اذا مليون ونص هيك حطيناه بس حق اكل وشرب ما بتكفيه. لك ما عندهم الشعب، ما عندهم. يعني حتى اللي بده يدفع واللي مقتنع بنظريتي انا انه والله الدوله ما عاد فيها فساد، وانا الليره السوريه اللي ادفع رايحه في سبيل اعمار سوريا، ما عنده يدفع. ما عنده يدفع. معقوله بعد شهر نلاقي كل بيوت سوريا او 70 80% من بيوت سوريا عداداتها شالوها ولا كهرباء؟ يعني معقوله نحن نرضى بهالمناظر هاي؟ فهذا القرار قرار جدا خطير. يعني والله لو ما هذا وزير الطاقة بعرف تاريخه لا هذا وزير طاقة من الفلول طلع هيك قرار حتى الدولة تفقد حاضنتها الشعبية. في دولتنا الموقرة يا رئيسنا أحمد الشرع يجب أنك تتدخل بشكل يعني سريع جدا، توقف هذا القرار. يا أخي ارفعوا دبل، ارفع دبل. كان فاتورة كهرباء 20 30 ألف، خليها 60 ألف، يعني مقبولة شوي، بس مو 100 ضعف. 100 ضعف ضربة وحدة. لكن يا ريت الشعب شوي يتنفس، لسه الشعب مسحوق ولسه ثرواتنا هلا حتى بلشت ترجع ثرواتنا. بعدين الحمد لله يعني ثرواتنا رجعت شهرين ثلاثة، بلش ضخ النفط عندنا، صار بحيرات سد تشرين، يعني صار عندنا بحيرات يعني بتسد 20% من حجم الطاقة. فبالعكس يعني حتى الناس تسأل حالها انه يعني لما استرجعوا اراضي شمال شرق الفرات زادوا الكهرباء. والله العظيم اني انا ابن هاي الدولة واني لكم من الناصحين، ويمكن اذا بتدوروا سوريا كلها ما بتلاقوا واحد محب واحد محب وخايف على الدولة مثلي. يعني ما بدي احكي انا وكذا، والله من يومين كنت رح اتضارب بالايدي مع احد الاشخاص في محل المواد الغذائيه. خون الرئيس احمد الشرع، قلت له والله ما بسمح لك وبقص لسانك. يعني حتى كان ردة فعلي مبالغ فيها، قالوا لي انت مالك على حريه راي. يعني لهي الدرجه انا بحب هي الدوله، والله بحب ابن هي الدوله، بس هذا القرار جدا خطير ولازم السيد الرئيس احمد الشرع يعني يتدخل بشكل مباشر، لاني امر خطير جدا. معظم الانظمه سقطت لما الدولة مست الحاجات الأساسية للمواطن. شوفوا تونس وشرارة الربيع العربي، ليش الشعب انتفض؟ كرمال واحد بائع سمك اجت شرطية صادرت له عربانته فحرق نفسه. يا أخي الجوعان ما عنده عقل، لأني جوعان. يعني بيجي وزير الطاقة هذا البشير عم بقول والله يجب على المواطن أنه يرى الأمور الإيجابية من هذا القرار، وأنه هذا القرار راح يصير فيه يعني ترشيد لاستهلاك الكهرباء وإعمار ميزانية الدولة ولازم ينظر للنصف المليء من الكأس. ما راح ينظر للنصف المليء من الكأس. واحد عايف حاله ما عنده دواء لابنه، عم شوف ابنه عم موت، ما عنده ياخده على مستشفى. الوضع كارثي، وهذا مو غلطكم، هذا غلط النظام البائد. مو غلطكم. ما بنحمل يعني ما بنحملكم هاي المسؤوليه. ايمت نحن بنحملكم المسؤوليه؟ هلا مو استرجعتوا اراضي شمال شرق الفرات الحمد لله رب العالمين، بس ما قضيتوا على كل الخلايا هي النائمه ان شاء الله شهر ولا شهرين، وبلش ضخ النفط، هون بنحاسبكم. يعني حسابكم بعد شهر، بعد سنه.
انه هي صار في نفط وصار في بنزين وصار في كذا وصار في عندنا بحيرات وصار في عندنا بدائل لتوليد الكهرباء، هون ما بنحاسبكم. بس هلا نحن يعني بدل العذر عم نعطيكم 1000 عذر. الله يكتر خيركم، عم نشوف شلون يعني عم تسعوا بشكل حثيث لتوحيد البلاد، عم نشوف شلون شباب عم يتساقطوا شهداء، عم نشوف شلون المكائد تحاك على الدولة جهارا نهارا، عم نشوف شلون الإعلام العربي عم بهاجمكم. هذا كله مقدرينه، كله مقدرينه. فهلا ما بنحاسبكم الا بعد سنه، لكن ارفعوا هذا القرار الجائر. هذا قرار جائر يا اخوان، هذا قرار جائر. انا رحت سوريا وخلطت فئات الشعب كلها، يعني 80% انو فئات، في فئتين في سوريا، في فئتين، فئه 80% ميته 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 ما عندها حق اكل، يا دوب تشتغل شغلتين وثلاثه حتى تعيش، وعندنا فئه الاغنياء. وبرجع بقول هذا ما هو بسبب الدولة الوليدة، بسبب النظام البائد. بتمنى هذا الصوت يوصل للسيد رئيس أحمد الشرع. والله الوضع خطير، والله العظيم. هيك الشعب رح ينفض حواليكم، أو على الأقل نسبة كتير كبيرة. ونحن ما بدولة عادية، نحن عنا فرق باطنية ودول عم بتكيد إلنا المكائد وإعلام عربي عم يستهدفنا. ما لنا دولة، يعني أنتم عم تعطوا مطية لهؤلاء حتى يحاربوكم، عم تعطوا مطيه لفلول النظام وللاعلام العربي اللي عم بحاربنا انه تفضلوا حاربونا مشان هذا القرار الغير مدروس الصادم. يعني صراحه قرار صادم. بتمنى صوتي يوصل للدوله. هذا كل شيء لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.